الأوروك من هم وكيف أنشئوا؟ من أين جاءوا وما هي أصولهم؟ الأوروكس وكما شاهدنا في الأفلام والمسلسل هم العمود الفقري لقوى الشر في عالم سيد الخواتم، ولكن ما هي أصولهم وكيف صنعوا؟ وما هي أنواعهم؟ سنحاول في هذا الفيديو الإجابة على هذه التساؤلات. حسب كتب تولكين فهناك عدة تفسيرات لأصول الأوروكس، أولى هذه التفسيرات هي أن هناك أفراد من الجان وقعوا أسرى بأيدي ميلكور أو خدمه، ثم زج بهم في السجن داخل معقل ميلكور، قلعة أوتومنو على وجه التحديد، ليتفنن ميلكور في تعذيبهم بوحشية ثم إفسادهم واستعبادهم وتشويه أشكالهم، وبذلك أنشئ عرق الأوروكس، ذلك النسل القبيح. كل ذلك كان بسبب حسده وغيرته من الجان أبناء إلوفاتار. التفسير الآخر هو أن الأوروكس في الأصل مخلوقات غير عاقلة ولا تملك أرواحا، وقد انتبه ميلكور لهذا الشيء ولاحظ أن هناك إمكانية لاستغلالهم في تحقيق أهدافه الدنيئة ليقيدهم بإرادته وشروره. فعندما هزم مورغوث أصبحوا هائمين بدون سيد يوجههم ويحركهم، لأنهم لم يمتلكوا أي إرادة حرة، وهذا ما جعل هزيمتهم أسهل من قبل قوى الخير، حيث شبههم تولكين بالخيول والكلاب التي تمتلك قدرا بسيطا من الاستقلالية عن أسيادها، وحتى مقدرتهم على الكلام والتحدث شبهها بقدرة الببغاء على تقليد الأصوات والكلمات. وكأن تولكين يخبرنا بوجود إرادة مشوهة ومقيدة للأوروكس تعطيهم شيئا من الاستقلالية، لكنها مرتبطة دوما بإرادة سيدهم، وكأنهم أدوات. وهذا يفسر لنا عبودية وخضوع الأوروكس الذي يكاد يكون مطلقا للقوى المظلمة المتمثلة بمورغوث، ثم ساورون من بعده. وعند سقوط هذه القوة يدخل الأوروكس في حالة من الفوضى والتشتت، حتى أنهم لا يعلمون أين يذهبون، وعادة ما لا يشكلون أي خطر عظيم يهدد الآخرين. لكن عند عودة سيد الظلام فإنهم يخضعون وينقادون له بسهولة، ويتحولون إلى تهديد حقيقي وخطر يتربص بالجميع. التفسير الأخير هو أن ميلكور الذي كان واحدا من الفالار الذين صنعوا الأرض الوسطى، حينما سقط في الشر قام بتحويل بعض الأرواح التي كانت تخدم الفالار. بعض تلك الأرواح كان قويا كالبالروغ وساورون، ولكن كانت هناك أرواح أخرى أقل قوة وسهلة الانقياد، وقد طوعها ميلكور لخدمته وأسقطها في الشر، وبذلك أنشأ عرق الأوروك. ولكن تولكين أنكر في كتاباته المتأخرة ذلك، معللا بأن ما غير رأيه هو لعدم امتلاك مورغوث قدرة خلق المخلوقات من ذاته. وهناك أنواع أخرى بخصائص مختلفة كنا قد شاهدناها في الأفلام، وهم الأوروك هاي الذين قاموا بخدمة ساورون، وكانوا أكثر طولا من الأوروكس العاديين وأقوى بدنيا وأكثر ذكاء، ولم يتحسسوا من أشعة الشمس. أما عن خصائص الأوروك العامة فهم يتميزون بالقبح وسوء الخلق وميلهم للشر ودماءهم السوداء وظهرهم المحدودب وتحسسهم لأشعة الشمس. ولم يتم ذكر أي أوروك أنثى، ولكن تولكين لاحقا قال أنه ربما يوجد أوروكس إناث، وفي فيلم الهوبيت شاهدنا دليلا على تناسلهم، حيث شوهد غولوم يلتهم صغار الأوروك. وهنا نصل لنهاية الفيديو، نتمنى أن تدعمونا باللايك والمشاركة إن أعجبكم الفيديو. إلى اللقاء.